بتفكر تبدأ مشروع زراعي من الصفر؟ محتار تختار الأرض الصح؟ عايز تعرف فين تزرع زيتون وتنجح؟ عايز تزرع رمان وينجح؟ عايز تزرع خوخ وينجح؟ عايز تعرف تبدأ ازاي خطوة بخطوة؟ الفيديو ده معمول عشانك انت. تعال نكتشف مع بعض الفرصة الحقيقية في الزراعة. في أراضي أول ما توصلها تحس إنك مش غريب، تحس إنك راجع لمكان مستنيك بقاله سنين. تجمع برصاص واحد من الأماكن دي. احنا هنا في واحدة من التجمعات الجديدة في شمال سيناء، تابع مركز ومدينة نخل. مش كلام ولا صور من النت، دي لقطات حقيقية من قلب أرض برصاص. شجرة الزيتون هنا مش بس مزروع، ده بيحكي قصة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. قصة ناس بدأت من الصفر، وبيوت بتنبني، وصور سلك بيتشد، وأرض كانت صحراء بقت خضرة. أبو رصاص مش بس اسم، ده اختبار. المكان ده واخد اسمه معدن صلب، لكن اللي جاي يزرع هنا لازم يكون أصلب. هنا الدولة بتجهز وبتفتح الباب، وانت عليك تبدأ حتى ولو خطوة صغيرة. تجمع أبو رصاص فيه بالفعل على أرض الواقع 100 بيت مبنيين، والأراضي الزراعية حوالي 500 فدان، وده رقم كبير بيدي فرصة حقيقية للزراعة والاستقرار. المرحلة الحالية اللي مفتوحة دلوقتي من 1/6/2025 إلى 15/7/2025 في تجمع أبو رصاص فيها 25 بيت جاهزين للتسليم، و125 فدان مستنيين اللي يزرعهم، يعني 25 فرصة حقيقية. احنا تواصلنا مع أخ فاضل من المرحلة الأولى، الأستاذ هاني ناصر، ربنا يبارك فيه، وجبنا لكم الحكاية زي ما هي من قلب أبو رصاص. ولو هنمشي في طريق لازم نعرف المسافة زي ما احنا عارفين. لو جاي من السويس رايح على تجمع أبو رصاص فالمسافة حوالي 80 كيلو، والطريق سهل، هتمشي على طريق طابة الدولي نويبع. الطريق ده هيوصلك على طول. المعادلة بسيطة، من بلدك للسويس زائد 80 كيلو توصل أبو رصاص. واللي جاي من الإسماعيلية ممكن يوصل من الأنطرة. أبو رصاص بينه وبين تجمع النسيلة 9 كيلو. التجمع مش بعيد زي الناس ما يفكر، بالعكس قريب جدا من الخدمات الأساسية. التجمع ده اتجهز بأفضل الخامات، ومن أوائل التجمعات اللي اتزرع فيها زيتون، وبفضل الله هو كمان أول تجمع ظهرت فيه بشاير الإنتاج. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لأصحابه. يعني التجربة هنا مش مجرد كلام، لأ، تجربة عملية واقعية قبل أي حد تاني. وفيه ميزة تانية مهمة، إن تجمع أبو رصاص قريب جدا من مركز خدمات النسيلة، وده بيسهل كتير على أي حد عايز يشتري مستلزمات الزراعة. ولو هنتكلم عن تسويق المنتجات الزراعية، المسافة من أبو رصاص لسوق العبور حوالي 200 كيلو، يعني تقدر توصله في ساعتين. لكن انت مش مضطر تروح العبور، السويس قريبة وفيها أسواق كتيرة تقدر تبيع فيها أسهل وأسرع. احنا دلوقتي وصلنا تجمع أبو رصاص. تعالوا نتكلم عن ملوحة المياه والتربة وأهم الزراعات. ملوحة المياه في أبو رصاص بتتراوح ما بين 1000 ل 1500 جزء في المليون، وده رقم ممتاز بيسمح بزراعة عدد كبير من المحاصيل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طب أنا ممكن أزرع إيه في أبو رصاص؟ الزيتون اللي قدامكم ده عمر سنة وبدأ يظهر بدري. بسم الله، ربنا يبارك لصاحبه ويحفظه من العين. طبيعي الزيتون بيطرح بعد 4 أو 5 سنين، لكن هنا الجو مساعد، والأرض كأنها بتقول للزيتون اطلع بسرعة. عشان كده أنا برشح لأي حد ناوي يزرع زيتون إنه يختار تجمع أبو رصاص. الرمان من أفضل الزراعات الناجحة كمان، هو والخوخ رقم 1. وفي زراعات تانية نجحت بفضل الله: اللوبيا، عباد الشمس، البطيخ، توم، بصل، القمح والشعير، اللب الخشب. واللي على الشاشة ده بسم الله ما شاء الله سدر تفاح عمره سنة من قلب التجمع، ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله. يعني البصل رقم 1 والتوم وبطيخ اللب وعباد الشمس بسم الله ما شاء الله زراعة ناجحة هناك. الأرض هنا مش بتقولك جرب، الأرض بتقولك ازرع وأنا أفرحك بالنتيجة. وأنا هنا عايز أسأل سؤال مهم جدا: هو عباد الشمس بيضحك على إيه؟ ولا عباد الشمس بيضحك ليه؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات.
دي تتسهر ونقدمها لمصر، هي حاجة جميلة ومعتبرة. تتسهر خضرا علشان مصر بلدنا الغالية، نبني شرفنا للشجرة تبقى خضرا 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 خضرا. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة. أحلامنا أكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا وتقول أنا حبقى جنة، وتقول أنا حبقى بساتين بإيدينا أصحابي الحلوين، بإيدين الشاب مع الشابة النبه المتعلمين، وأحسن من كده إيه عايزين؟ لكن خليني أقول لك الحقيقة كاملة قبل ما نفرح بالزراعة ونحلم بالخضرة. في نقطة مهمة جدا، نصيحة من القلب: لو استلمت أرضك ما تزرعش أول حاجة. ليه؟ لأن في مشكلة لازم تكون عارفها: الجمال هناك ماشي على هواها، ولو الأرض مفتوحة بيدخلوا عليها أي وقت يبوظوا الزرع وفلوسك تروح. واللي على الشاشة ده مش لقطة من النت، بصور حقيقية للجمال وهي بتدخل على الأرض وتاكل الزرع. الزرع ده كان حلم حد وتعب شهور وفلوس، بس كله راح لأنه استعجل الزراعة قبل ما يشد السور. عشان كده بقولها تاني: ابدأ بالسور مش بالزراعة. السلك الشائك هو خط الدفاع الأول، هو اللي هيحمي تعبك وشقاك. السور ممكن يتكلف، بس ده تمن الأمان. ابدأ بالسور حتى ولو شوية بشوية، وبإذن الله هنعمل حلقة كاملة عن السور، ازاي بيتعمل وازاي تختار نوع السلك وتكلفته كام. وكمان في حاجة حصلت في تجمعات شمال سيناء خلتنا أقول هو كده الشغل الصح. الشباب هناك موقفوش عند الزراعة، عملوا جمعية زراعية بإيديهم، حاجة بسيطة بس فرقت كتير، بقت هي اللي بتسندهم في التقاوي والسماد ومستلزمات الزراعة. بس الجمعية مش هتشتغل لوحدها، لازم الكل يشارك ويتعامل معاها كأنها بتاعته هو، مش هم وإحنا. وكل كلمة وكل صورة في الحلقة دي مش من مراجع علمية ولا من مكاتب مكيفة، دي من قلب الأرض، من تجربة حقيقية، تجربة الأستاذ هاني ناصر، واحد من أول الناس اللي أمنوا بالمكان وراحوا وحفروا وزرعوا وبدأوا من الصفر. الفيديو ده مجرد محاولة بسيطة جدا لتوثيق تجربة الأستاذ هاني اللي تعب وزرع وبنى وآمن بالمكان ده من أول لحظة. وأنا عن نفسي الفيديو ده يوصل لكل الوطن العربي، عشان الناس كلها تشوف قد إيه في ناس حقيقية بتزرع الأمل في أرض كانت صحراء. كل الشكر والتقدير للأستاذ هاني. قناة خيرات وادي سعال، من الناس وإلى الناس، رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.